السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الرضا من الله سبحانه. يوم جديد، فيديو جديد. إن شاء الله ما تنسوا اللايك والاشتراك ونشر القناة وطلب القهوة. والله يعطينا يعطيكم ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. قولوا آمين آمين وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. تبخروا، تستاهلون تتبخرون بالعود. هذا يوم الجمعة، بخرنا بيتنا وبخرنا اللي رايحين يصلوا. الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ومنكم جميعا يا رب. هنا كان فطورنا يا حبايبي. أبو عبد الله يقول عطينا خبز خفيف على سمنة عسل. قلنا ما طلبت شيء. عجنتي على صمة نجران، مو صمة القصيم، هذه صمة نجران. خبزت كذا خبز خفيف على الطاوة، خلوه يتحمر شوي، بعدين نقلبها ونحطها في القدر الحجري. هذا القدر الحجري حلو إنه يحافظ على اللهم صل على سيدنا حرارة الأكل لمدة طويلة. طبعا الطحينة ما له، بس موية، ما في أي إضافات، بس موية وملح. إذا ما ملحتي عند المطاحن أنت ملحيه خلاص. زي كذا يعني نرقش أو نخبز اللي ودكم. خلوها خفيفة أفضل. حلو الخبز لما يكون خفيف، لأن ما شاء الله تبارك الله كذا بتقطع تقطيع خفيف، تاكلين الخبزة وحدها في لقمة ما شاء الله من خفته. جعله بالعافية علينا وعليكم. أحط بين كل واحدة ملعقة سمن كذا، وبعدين أقطعها وأحط عليها عسل، وبالعافية علينا. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هنا بتشوفون كل شوية لي لبس، كل شوي وليكم، فاليوم خير. هنا عشان بنتي وزوجها جون يسلموا علينا وكذا، فأحب ألبس شرشف صلاتي. لبست هنا شرشف الصلاة، وفطروا مع فطر زوج بنتي مع عمه. رغم انهم فاطرين فطرت بنتي، بس قلنا غير فطور الأهل غير. هنا قمت أنظف غرفة الحريم كذا، بيجوني إن شاء الله خواتي وبيجوني جاراتي. الزمن القديم، الزمن الجميل جاييني بإذن الله. قلت أنظف كذا غرفة الحريم وأرتبها وأشوف إيش بحط فيها وأجهز، لأني بنشغل كذا شوية. حطيت هنا تمر، حطيت صحن كذا فاضي للي يحط عجم التمر أو اللي بيحط مثلا أي شيء نقدمه. هنا حطيت حق الشمع، عندي الفازة هذه أحط فيها موية وأحط عليها الشمع حق لا إله إلا الله الموية كذا. أول شيء رتبت، بعدين ما عجبني الترتيب ورتبت غير. عندي الصحن ستيل كذا حلو، جبته وحطيت فيها اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الترتيب كله اللي هي الموية والهذه بتشوفوا دحين. بس هذا كان الترتيب الأول. سبحان الله حني الحريم نرتب كذا، وبعدها لا نغير، ما عجبنا ذا الشيء لا نغير الشيء ثاني. يعني سبحان الله نحب نرتب، نحب نشوف العين حلوة. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا هنا الصحن الستيل، حطيت فيها الصحن كذا، قدمتها ولعت الشموع. هذا كان شكلها مرة حلو ومرتب. هنا كان الحلا، سويت أنا بسبوسة، وجاء أختي سوت كيكة، وجارتي جابت حلا معاها، وجارتي الثانية سوت حلا مرة لذيذ ما أدري إيش اسمها، بس إنه كان طبقات حلوة. طبعا حطينا شاهي، وكان فيها معجنات ومنتو ويغمش. بس طبعا صورت ما عاد حصلت الفيديو. المهم ما لكم في الطويلة. هنا كان يوم ثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، بسوي مفرزنات رمضان. أول ما بديت فيه زي ما شفتوا لا إله إلا الله الجبن الموزاريلا، واليوم برضو خلاص بحطها في أكياس يعني بالتصوير. هنا برضو بسوي جيب التاجر بإذن الله. جيب التاجر أحلى ما فيه إنكم تجيبون لوزين، أحسن شيء توست لوزين، وتجيبونه طري، ما تجيبونه ناشف، يكون من جديد. تجيبون كذا حبتين وتفردونها مع بعض. شوفوا أنا جربت أفرد واحدة
صراحةً ما هي ذاك النجاح، ما نجحت، الثنتين أفضل صراحةً، أفضل تفردين ثنتين مع بعض تنتفخ ليش وتصير حلوة صراحةً، بس واحدة بعضها ينتفخ وبعضها لأ، فقررت إني أسوي ثنتين مرة واحدة. عندي الآلة هذه جميلة طلبتها من SHEIN ودحين في محلات أبو 5. اللهم صل على سيدنا محمد. الزايد هذا طبعًا لا ترمونه، أنا باسوي منه بقسماط عشان ما عندي قسماط، باحطه كذا أجمعه بعدين أدخله في الفرن، وإن شاء الله طحين وأسوي فيه بقسماط. خلاص، اللهم صل على سيدنا محمد. كذا افردوها فردة حلوة كذا وقصوها براحتكم، ما عندكم هذه الآلة حطوا بغطا براد بكاسة باللي عندكم يا بنات، بس حاولوا انكم تجيبوا شيء كبير مقاس علشان ما يروح من التوست شيء كثير، يكون بس الأطراف اللي تطلع وتسوون فيها هذا البقسماط، أو انكم تقطعونها كذا مربعات وتقلونها تكون للشوربة للسلطات مرة تكون حلوة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا خلاص جلست أفرد مرة واحدة كلها لين خلصت الكمية وبعدين يعني قطعتها. ما شاء الله الكيسين يعني ما أقول لكم إنه جاب عدد ذاك الزود، لا بس إنه حلو يعني أحس إنه يكفينا رمضان، لأني ما راح أسوي الكمية كلها في يوم واحد، يمكن أسويها 3 مرات في رمضان كامل، يعني في الأسبوع مرة. فهمتوا؟ لأن بيكون في برضو أشياء ثانية، فمرة نحط مثلا جيب التاجر، مرة مثلا بنحط اللهم صل على سيدنا محمد سبرقلول مدري شو اسمه، مرة بنحط لنا مثلا يا طولات العمار أفخاذ الدجاج إذا سويتها، إن شاء الله أنا ناوية أسويها بس ما أدري، مرة نحط لنا كفتة دجاج أو كفتة بطاطس، فيكون في خيارات كثيرة. فهمتوا؟ فما بكثر أشياء كثيرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا قطعت الخبز هذا حطيته في هذا شو اسمه في الصحن حق الفرن، بعدين رشيت عليها شوية زيت زيتون وحطيت عليها شوية بهارات إيطالية وشوية بابريكا ودخلتها الفرن. خلاص حطها في الفرن لين تتحمر يا بنات وتنشف كذا، وبعدين خلاص أخلطها في الخلاط. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. باقي 9 أيام غير الليلة، خلاص باقي 8 أيام يا بنات. والله العظيم سبحان الله كل ما راح يوم أفرح ويجيني مقص في نفس الوقت. شفتوا مقصة الخوف تجيني والله، أحس سبحان الله سرعة الأيام تخوف. والله العظيم توني أتذكر السنة اللي فاتت، يعني ما يعني سرعة مخيفة، خاصة الشهر هذا شيء مخيف مرعب والله العظيم. بس يا رب نقول يا رب تقبل منا، يا رب بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال يا رب، وتقبل منا جميع الأعمال يا رب، يا رب اجعلنا صالحين هادين مهتدين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا حطيت بيض وحطيت حليب، ما عندي حليب سائل ذوبت حليب حطيته، حطيت شوية ملح، حطيت شوية فلفل أسود، رغم إني ما أحب البيض كثير كنت بحط حليب بس أو لبن، بس قلت يلا خلاص نحط اللي موجود. أحيانا لما أقلي في الزيت بيض ما أدري ليه كذا يجيكم فقاعات كثير، فأطفش من هذه النقطة يا بنات. خلاص خلطتها كذا، بعدين أنقع التوست، بعدها خلاص أحطه في البقسماط هذا اللي خلطته وأحطه في الصحن وأدخله الفريزر يا بنات، أخليه لين يجمد، بعدها أحطها في أكياس ووقت الحاجة نقليها في رمضان إذا ربي إن شاء الله ربي يبلغنا بإذن الله رمضان، ونقليها كذا
سريعة وسهلة، ما عاد إلا تسوين الحشوة. إن شاء الله الحشوات بإذن الله أسويها قريب معاكم بإذن الله، هذا اليومين بإذن الله إن شاء الله، بس أشتري الأغراض ونسوي الحشوات. تحبي تحشيها خضار، تحبي تحشيها دجاج، تحبي تحشيها تونة، تحبي تحشيها مقليات، اللي حابة تحشيها. مرة لذيذة وسهلة وحلوة. يعني إيش اللي لما تسوين جيب التاجر، هذه الخطوات اللي تأخرش، بس لما تكون موجودة عندك وجاهزة، والخلطة شو اسمه الحشوة جاهزة، فما يحتاج وقت، خلاص يروح الوقت عليش، وفرتي أنجزتي. بدل ما توقفين ساعة وانتي تسوين هذه الأشياء، خلاص كلها 10 دقائق وانتي مخلصة. عشان كذا نقول التفريز نعمة، والله نعمة للي جربه، مرة يفك أزمات، مرة صراحة إنه يفك أزمة على الإنسان، خاصة وإحنا صايمين ونبغى نتعبد الله، نبغى اليوم يروح علينا وإحنا في ذكر وفي تسبيح وفي استغفار وفي يعني سبحان الله عبادة، ولا يروح علينا اليوم في المطبخ، رغم إن إحنا ما فرزنا يا بنات، أغلب وقتنا في المطبخ، لكن نقول الله يكتب الأجر يا رب يتقبل منا. هنا بعد ما جمدت حطيتها في الفريزر اليوم كامل صراحة، وبعدين ثاني يوم هنا اللهم صل سيدنا محمد حطها في أكياس. أول حطيتها في الأكياس هذه شفت أنها صغيرة، بعدين جبت كيس أكبر ووزعتها صح. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. باقي الصحن غير هذا الكبير، بس الحين هذا سويته والثاني. وبرضو فرزنت الجبن الموزاريلا، مو فرزنت بالأصح، وزعتها في أكياس. شوفي في كل كيس حطيت أنا 6 تكفي، لأن ال6 هذه بتصير 12. الحمد لله نعمة، ما راح يأكلونها كلها. وهذه الجبنة برضو طلعتها خلاص ما شاء الله كانت جامدة، ووزعتها في أكياس. ووقت يعني توزعوها وقت يعني على حسب الطبخة، تحطيها في أكياس، وقت ما تحتاجينها تطلعينها. وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اختصار الوقت صراحة يا بنات، وخلاص. وإن شاء الله أنه فيديو خفيف لطيف، وما تنسوني من اللايك والاشتراك ونشر القناة وطلب القهوة. والله يعطينا ويعطيكم، أن نتمنى من خير الدنيا والآخرة. قولوا آمين آمين، وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. نستودعكم الله في فيديو قادم، وساعة الرحمن.